غنقول لك الراجل واحد القضيه. شتي، خذها مني نصيحه من مرا، الا بغيتي تطفي مرتك طفي لها الغضب، تحيد لها غباشه، تحيد لها النقير، وتخليها شويه لبيبه معاك ولطيفه، تحيد لها غباشه وتولي لطيفه وداكشي، لانك وليتي كتلاحظ انها ولات دايره بحال شي راجل في الدار، وليتي كتحس بها انت دايره بحال شي راجل. داكشي شبعها تعنق، عنقها. ياك نتوما ما كتعرفوش تقولوا الكلام الزوين، وحنا قلنا نتوما ماشي من النوع اللي كيعبر بالكلمات، من النوع اللي كيعبر بالمسائل الماديه. اوكي، تتعنق راه مادي. عنقوا عيالاتكم، العيالات تشكاو من هاد القضيه، تقول لك انا كانتي يعنقني من يلاه تزوجنا، دابا ولاو كتافو بحال الحجر، ولا كيعاملني بحال انا صاحبو، بحال انا راجل هو راجل، الوغ انا مراه، وباقا انا هي ديك المراه اللي تزوج بها في الاول، وكنت صغيره وسويونه وفيا الانوثه، وفي باقا انا هي هذيك، رانا ما تبدلتش، راه غير ديك القصوحيه ديالو اللي خلاتني يمكن انا ما بقيتش كنبين الانوثه ديالي معاه. هذا شبعوا عيالاتكم تعنق، عنق مرتك ما خاسر والو، دير لها حلي ديك وقول لها جبت نعنقك، خليني عليك اسيدي، غير اجي وعنقها. كاينه الليله عنقتيها غتجلس تبكي تبكي، خليها تبكي، خليها. شي اللي جلست تبكي عرف انها قلبها طايب من جهتك، خليها تبكي تبكي، مسح لها دميعاتها وقول لها انا غنمشي للخدمه، وملي نجي نهضروا. الا ما فيك ديك الساعات اللي يضرب باسكو نتوما ما كيعجبكمش قوه، لا 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 لا, الله يخليكم الرجال، الله يخليكم، طبقوا هاد القضيه هادي مع عيالاتكم، وشوف مرتك كيفاش غتغير معاك، وشوف كي غتولي وحده اخرى مور التعناق. الميساج ديالي دابا الوالدين، ما عرفتش صراحه من جبنا هاد الثقافه ديال ما تعنقش ولدك بزاف غيكبر بنت، ما تقويش التعناق على بنتك، غتصر هذا غتفشوها، يا عنقوا وليداتكم وعلموهم التعناق. عنقي بنتك وعنق ولدك من الصغر حتى الكبر. حنا غات اللي كيوقع اننا كنبقاو نعنقوا الاطفال، وملي كيبدا ديك توصل ديك 9 سنين 10 سنين 11 عام المراهقه، هذا ما تنبقاوش نعنقوهم، هو تيبقى الدري سورتو الدري تيبقى بعيد من الحضن ديال مو ولا با، ما تيتقبلش داك الشيء صافي حتى هي لا جري ولدك وعنقيه وشبعيه عناق، وجر بنتك يا الراجل، بنتك واخا كبرات، بنتك واخا وصلت لسن المراهقه وكبرات وتغير الجسم ديالها، عنق بنتك يا سيدي، شبع بنتك حب في الدار، لا تمشي تقلب على اللي عنقها في الزنقه، ويعرف هو هذاك الشخص انه هي محتاجه هاد الشيء، وكيمشي كيلعب لها على هاد الشيء، في الاخر تتصيد، سوا تتزوج به وتيصدق هو شخص خطا، غير طمعها بهذاك الشيء اللي يبين لها لانه راه غيبقى حنين ديما، سوا ما تتزوجش بها وتضحك عليها وتياخذ حوايج اخرين. والدري كذلك، علموا ولادكم الحضن، علموا ما يحشموش انه يحضنك، لكن انت مو لكن انت با ما يحشمش في المستقبل انه يحضن مرته. شبعوا ولادكم حب، غيمشيو يقلبوا على حضن دافي في الزنقه عند اشخاص خطا، وسيغمون غيلقاو ناس خطا. الا شبع حضن في الدار وشبع حب في الدار غيكون شبعان، ما غيطيحش في شخص خطا، سورتو في الزواج، لان اغلبيه المشاكل اللي كاينين ان دوك الجوج اللي تيكونوا مجوجين، الرجل والمراه اللي تيتزوجوا هما تيقلبوا على شي حوايج كانوا ناقصينهم ملي كانوا عايشين مع والديهم. البنت مثلا كان ناقصها هكا الحب العطف الحنان، لقات واحد اخر تيقول لها حبيبه وكنبغيك ونحماق عليك وما نقدرش نعيش بلا بك، وشنو خصك وندير لك، ويديها للطبيب ويشري لها الساندويتشات ويجيب لها لي كادو ويعنقها وحبيبه وما يخسر لهاش الخاطر، وتكون مقلقه وتتبكي ويتصنت لها، ومن مور الزواج ما تيبقاش هادشي، تتبقى هي مصدومه. علاش كان داير معايا بحالك؟ علاش في الاول كنتي داير بحالك؟ علاش؟ الوغ هو راه كان كيلعب لك على ديك النقطه حيت عارفك محتاجها. لو كان كنتي شبعانه في داركم هاد الشيء، كون باك وامك عطاوك هاد الشيء من صغرك، غتكوني شبعانه، غيدير لك هو واحد نقول انا شبعانه تعنق، غتولي كتفكر بعقلك
وكذلك الرجل. ما غضحكش عليك اي وحده، ما غتلعب لكش اي وحده على داك الشيء اللي ناقصك انت تعطيه لك في هذيك المرحله. من بعد من تجوج بها عاد تبين لك الوجه الاخر على انها مثلا ماشي انسانه اللي باغا الحب والعطف والحال، انسانه ماديه باغا الفلوس، باغا تخرج، باغا الدور، ما عندهاش السوق فيك انت. دبر جيب الفلوس وربي كبير، ما عندهاش المشكل فيك. ما تحترمكش، ما تسوق لكش، ما تشاورش معاك، ما تحفظش سرك، ما تبقى تقول واه واش هاد السيده هي اللي كنت نشوف انا، شحال هذا كانت ويلي السيده ما ديما فرحانه بيا حبيبي، ولا يخدك عليا دابا السيده ولات دايره ليا انايا بحال شي بنك. حيت انت كانوا عينيك معمين، وداك النقص اللي كان عندك اللي ما شبعتيش في صغرك منه كان كتسحب لك غتعطيه لك هي. شبعنا ولادنا حب وحنان في الصغر، وحتى في البلوغ وفي الرشد غيكونوا عارفين كيفاش يختاروا شريك الحياه. ما غتكونش عينيهم مغمضه انه انت شوفوا داكشي ناقصهم في الدار صافي راه كاين في هذا صافي هذا هو غيبقى. لا، هذا من بين الاسباب الكبيره الزواج هي هذه، لان انت نتزوجوا تنقلبوا على شي حاجه في الاخر تنطيحوا في واحد اخر حتى هو ما شبعانش حب وما شبعانش حضن وما شبعانش هذا من عند والديه. ايوا وانت خصك طبيب نفسي وهو خصو طبيب نفسي، وتيبقاو المشاكل والصداع، وانت كتنتظري منه شي حوايج هو كينتظر منك شي حوايج. انت كتبقاي تفقسي في الدار وتمرضي وشوفي شنو الحلول اللي كتلقاي. جو سي با، حتى هو تيبقى يتفقس ويمرض ويخرج للزنقه، شوف شنو الحلول اللي غيقلب عليها، واش غيقلب على وحده اخرى. واش كتشتت العائله. كاين اللي كيوصلوا للطلاق وتتفرقوا، وكاين اللي كيبقاو عايشين مع بعضياتهم معذبين لان عندهم الاولاد ما بغاوش يفرقوا على ولد الاولاد باقيين صغار، وزيد وداكشي كتير وكتير وكتير. هذاك الشيء علاش طلاق كتر، داكشي علاش طلاق كتر، لان التوقعات ديالنا من شريك الحياه كنتظر